السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات أهلاوي. وكالعادة قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بركة الله نبدأ بالعناوين. شرط قوي من عمرو السولية لتجديد تعاقده مع الأهلي. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع رسميا بعد قرار كولر المفاجئ. الأهلي يضع شروط قاسية للموافقة على رحيل ثنائي الفريق. كولر ينهي الأزمة التي لا تنتهي في الأهلي ويتخذ قرار ضد طاهر محمد طاهر. الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي. الأهلي ينهي أحلام الزمالك في عودة نجمه المفضل. وإليكم التفاصيل. اشترط عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي وضع شرط قوي ومهم من أجل الموافقة على تجديد تعاقده في صفوف الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وطالب السولية بعدد من البنود الخاصة في إتمام تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين. وجاء البند الأول بأن يتم مساواته مع لاعبي الفئة الأولى في الصفوف الحمراء، وهو ما يعني تقاضي يتخطى 15 مليون جنيه في الموسم. ورحب السولية بفكرة التجديد وعدم الرحيل لأي من العروض الأخرى الخارجية التي تطلع إلى الحصول على خدماته من قبل أندية الخليج. وشدد السولية على أنه يرغب في التواجد داخل صفوف النادي الأهلي ويعطيه الأولوية الأولى والأخيرة للتجديد والاستمرار خلال الفترة المقبلة، وأن يساعد في حصول الفريق على البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة. وجاء البند الثاني من جانب اللاعب إلى ضرورة رفع بند نسبة المشاركة في تعاقده، خاصة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى في خط الوسط، وأن يتم وضع هذا البند تكريما لمسيرته الطويلة مع الفريق الأحمر. ومن المقرر أن يبحث الطرفين تحقيق البنود والوصول إلى الآلية المناسبة لتنفيذها، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استمرار اللاعب صاحب الأداء المتميز والمخضرم نظرا للحاجة إلى جهوده وخبراته مع الأهلي. النادي الأهلي بصدد تجديد عقود مجموعة من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول، ووضع ترضية مناسبة له بسبب عدم رغبة الفريق تركه إلى الاحتراف الخارجي والإبقاء عليه في الصفوف الحمراء. يحاول مسؤولي النادي الأهلي تعزيز صفوف الفريق بعناصر قوية في كل فترة انتقالات، ولكن في مقابل ذلك سيكون المارد الأحمر مطالب بالتخلص من بعض اللاعبين، وخاصة الذين فشلوا في تقديم مستوى مقنع للجهاز الفني والجماهير في الفترة الأخيرة. وأشارت تقارير صحفية بأن اللاعب محمود متولي نجم خط الدفاع في القلعة الحمراء يعيش آخر أيامه داخل جدران النادي الأهلي، وهذا بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي أعطى الضوء الأخضر إلى الإدارة بدء رحلة تسويق اللاعب على بعض الأندية داخل وخارج الدوري المصري. وأوضح مصدر مقرب من قطاع الكرة بالنادي الأهلي بأن الإدارة تحاول إدخال اللاعب في أي صفقة تبادلية سيتم إجراءها في الصيف المقبل، وفي حال عدم نجاحها في فعل ذلك سيتم عرض اللاعب للبيع أو فسخ التعاقد معه بالتراضي والسماح له بالرحيل. وكان متولي قد غاب عن كل مباريات الأهلي خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة، كما أن بعض التقارير قد أكدت بأن اللاعب دخل في خلاف قوي مع مدربه السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته في المباريات. ويتوقع البعض بأن يتم تعويض رحيل محمود متولي بالحصول على توقيع مدافع آخر في فترة الانتقالات الصيفية، وهناك بعض الأسماء القوية المرشحة للانتقال إلى الأهلي في الميركاتو القادم، وعلى رأسهم مصطفى العش مدافع نادي زد، وكذلك أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا. كشف الإعلامي محمد شبانة عن وضع الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء بقيادة مارسيل كولر شروط قاسية للموافقة على رحيل الثنائي خارج القلعة الحمراء بعد تقدم نادي زد بعروض رسمية. أضاف شبانة عبر برنامجه أن نادي زد تقدم بعروض من أجل استعارة محمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر من صفوف القلعة الحمراء، ولكن الفريق وضع العديد من الشروط. وأوضح شبانة أن لجنة التخطيط وضعت زيكو والعش ضمن المقترح لخروج اللاعبين عن طريق الإعارة، خاصة في ظل تجديد الدماء المتبع من قبل كولر خلال الفترة الأخيرة. وشدد شبانة على أن الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء يتطلع إلى استعادة عدد من اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة، وذلك من أجل إجراء التدوير المتبع للمشاركة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وكان يرغب كولر في رحيل محمد الضاوي كريستو بشكل مؤقت إلى أي من الأندية الأخرى المحلية بدلا من العودة إلى تونس
ليكون تحت أنظاره ولا يكون بعيدا مرة أخرى عن الفريق الأحمر. وأبدى كريستو رغبته في أن يكون أحد أبرز اللاعبين في الصفوف الحمراء وأن يشارك بشكل منتظم ومستمر، بينما يطمح عبد القادر أن ينضم مرة أخرى إلى قائمة اللاعبين المعتمد عليهم من قبل كولر وأن يدخل في التدوير مجددا. النادي الأهلي يسعى إلى الوصول للآلية المتميزة وأن يحقق التطور والإجادة، ويسعى بكل قوة أن يكون الفريق متميزا على كافة الأصعدة الفنية والبدنية بقائمة اللاعبين الذين سوف يدخلوا في التدوير. اتخذ السويسري مارسيل كولر قرارا من العيار الثقيل بشأن طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق، وقرر المدير الفني للنادي الأهلي ترضية طاهر بجلسة خاصة معه من أجل تهيئة الأجواء لما هو قادم من مشاركات سوف يتم الاعتماد فيها على اللاعب صاحب الأداء المتميز خلال الفترة المقبلة. ويتطلع الفريق الأول بقيادة كولر تجهيز كل اللاعبين وأصحاب الخبرات خلال الفترة المقبلة، وأن يتم التدوير على أوسع نطاق حيث يشمل كل اللاعبين الأساسيين والآخرين غير الجاهزين للمواجهات المقبلة. وأسفرت الجلسة التي أقامها المدير الفني للنادي الأهلي مع اللاعب عن عدة أمور جوهرية وأساسية، أبرزها أن يتم تنفيذ كل التعليمات الفنية والبدنية كي يرسخ له مكانا في الفريق، وأن يكون دائما هو الجوهري والأول في التشكيل المقرر أن يتبعه. ويسعى النادي الأهلي أن يحقق الإجادة في كل المباريات المحلية والإفريقية، حيث يتطلع طاهر أن يكون له مكانا أساسيا وراسخا في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة. وطالب أن يحصل على الفرصة الأكيدة خلال المباريات المحلية على أقل تقدير لحين استعادة مستواه الكامل. وكان هناك جدال بين الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر ومستواه الفني وآلية الاعتماد عليه من عدمه خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار بحث تطوير الفريق وتدعيمه بلاعبين آخرين من العيار الثقيل. وفاز النادي الأهلي على نظيره بلدية المحلة ب5 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين في بطولة الدوري العام، وسط أداء جيد من قبل كل اللاعبين الأساسيين والآخرين الذين شاركوا في منتصف المباراة. بدأ الأهلي تحركاته لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل من الآن، والبداية بعودة المعارين. وأخطر الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق، وذلك مقابل 9 ملايين جنيه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين. كما أخطر الأهلي سيراميكا بشكل رسمي عودة لاعبه الجزائري أحمد قندوسي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية إعارته ورفض تجديدها مرة أخرى. وانتقل محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا مطلع موسم 2023 بعد نهاية إعارته لصفوف سموحة وضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأحمر. ولعب شكري مع سيراميكا هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة. أما الجزائري أحمد قندوسي انضم لصفوف سيراميكا بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 17 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. نجح مسؤولي النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع صفقة الموسم على أن ينضم بداية من الموسم المقبل في صفقة من العيار الثقيل للقلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم بلاعب محلي، بعد تدعيمه بلاعبان محترفين كل من الفرنسي أنتوني موديست والذي لم ينجح في تقديم نفسه، والفلسطيني وسام أبو علي والذي نجح في أول مباراة في تسجيل هدفين بمرمى بلدية المحلة. ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بصفقات سوبر، خاصة وأنه يريد دخول الموسم الجديد وبالتحديد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بقائمة قوية وتستطيع الوصول لنهائي كأس العالم. وكشفت مصادر صحفية بأن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التوصل لاتفاق مع أسامة فيصل للانضمام للقلعة الحمراء، وحصلوا على موافقة مبدئية من اللاعب من أجل التواجد مع المارد الأحمر خلال الموسم المقبل. وأكدت المصادر بأن أسامة فيصل أكد لمسؤولي النادي الأهلي بأنه مستعد لارتداء قميص النادي الأهلي، ولكن الأمر يتوقف على قرار البنك الأهلي النادي الذي ينتمي إليه. وكان أسامة فيصل نجح في تسجيل هدف عالمي في مرمى النادي الأهلي سابقا في قمة الدوري ليخطف أنظار الجميع رفقة البنك الأهلي، فيما يعتبر أسامة فيصل أحد اللاعبين الذين كان يرغب مسؤولي نادي الزمالك في عودته من جديد للقلعة البيضاء، إلا أن الظروف والعوامل لم تساعده لعودة نجمه المفضل من جديد. ليقطع النادي الأهلي الطريق على مسؤولي نادي الزمالك ويخطف اللاعب في صفقة مدوية للمارد الأحمر. ويبحث النادي الأهلي عن احتياجاته فقط، ويفكر في أكثر من خطة بشأن صفقات الموسم المقبل.
إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا اليوم، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.